الإخوان والأخوات، السلام عليكم. أي واحد فيكم باغي يدخل مجال تسمين الخرفان ويحقق منه أرباح مزيانة في مدة 3 شهور، راك أخويا ولا أختي كتشوف الفيديو المناسب اللي غادي يحطك على الطريق الصحيح. هذا الموضوع غادي نقسمه لعدة حلقات وكل حلقة بالرقم ديالها. هذا الفيديو غنشرح فيه خطوة بخطوة كيفاش تبدأ مشروع تسمين الخرفان بطريقة علمية مربحة. وقبل ما نبداو، أنا مصطفى من صفحة دارود الفلاح، كنقدم مواضيع على البيادية والفلاحة. إلا عجبك المحتوى ديالي خلي ليا متابعة. على بركة الله. تسمين الخرفان في المغرب من المشاريع المطلوبة والمربحة، وفي هذا الوقت بالذات، خصوصا إلا عرفتي كيفاش تتعامل معها، سواء بغيتي تسمن وتبيع في السوق ولا توجد الخروف في العيد الكبير. وأول خطوة معنا في هذا الدليل هي كيفاش تختار الخرفان ديالك وتشريها بحرفية. وباش يصدق لك المشروع خاصك تشري شرية مليحة ومرفقة في الثمن. قالوا لك السبب الأولين الربح في المشرى، وتختار سلالة مزيانة مناسبة لمشروع التسمين. وأهم سلالات الغنم اللي كتعطيك نتائج ممتازة: السردي، الماركة الأولى ديال الغنم في المغرب، خصوصا في الشاوية والسطات وخريبكا. الوزن اللي خاصك تشري ما بين 25 و 35 كيلو، بثمن يتراوح ما بين 2000 و 3500 درهم. هاد الماركة عندها مردودية مزيانة وعالية في التسمين ومطلوبة في السوق. الدمان، غنم صحراوية معروفة بالتحمل ديالها للحرارة وقلة الماكلة. وزن الشراء ما بين 20 حتى 30 كيلو، والثمن كيتراوح ما بين 1500 و 2500 درهم. كتميز بسرعة التأقلم وخاصها برنامج تسمين مزيان باش تعطيك النتائج المطلوبة. البرقي أو تمحضيط، جاية من الأطلس المتوسط، سلالة حتى هي مزيانة في التسمين وعندها عشاقها في السوق وأيام العيد. وزن الشراء ما بين 22 و 32 كيلو، ما بين 1800 حتى 3000 درهم. كتميز بجودة اللحم والتحمل ديالها للظروف القاسية. بنيقيل أو الدغمة، مشهورة في جهة الشرق خصوصا وجدة والنواحي. وزن الشراء ما بين 20 حتى 28 كيلو، والثمن كيتراوح ما بين 1500 و 2200 درهم. هاد النوع ديال الغنم اختيار اقتصادي ومزيان للمبتدئين في مشاريع التسمين. أبي الجاد، سلالة معروفة في بني ملال والنواحي. وزن الشراء ما بين 25 و 35 كيلو، والثمن كيتراوح ما بين 2200 و 3500 درهم. هاد السلالة مميزة ومنافس قوي للسردي. إلا خدمتيها مزيان كتعطيك نتائج ممتازة، وحتى هي مطلوبة في السوق وأيام العيد. ودابا غنعطيك عدة نصائح ذهبية غتعاونك في مرحلة الشراء ديال الخروف. وأول نصيحة معنا: وقتاش تشري. أحسن وقت تشري فيه الحولي هو ما بين شهر 9 و 11، كتكون فيه الغنم ناقصة في الثمن ورخيصة ب20 حتى 30%. منين تشري؟ تشري من سوق الثلاث ديال السطات، سوق الحد ديال خريبكا، وسوق الخميس ديال سيدي بنور. هاد الأسواق معروفة ومشهورة بجودة السردي. شنو تقلب في الحولي؟ قلب العينين، الظهر خاصو يكون عريض، الصوفة تكون طبيعية، وشوف كيفاش كيتمشى. الخروف المريض راه كيبان غير من الشوفة. العمر، أحسن عمر للتسمين هو ما بين 4 و 8 شهور. الحجر الصحي، ملي تجيب الخرفان من السوق حطهم في مكان معزول وبعيد على كوري ديال التسمين لمدة أسبوع باش تراقب حالتهم الصحية، وعطيهم غير الماء والتبن، وتم داويهم على الطفيليات الداخلية والخارجية والسموم، حيت إلا ما داويتيش راه ما غيستافدوا والو من العلف. وما تنساش الخل البيطري على ود العلف الجديد. تاني خطوة في الدليل ديالنا هي الكوري والتجهيزات ديالو. الكوري خاص تكون المساحة ديالو مناسبة لعدد الخرفان اللي غتسمن. كل خروف كيحتاج تقريبا ما بين متر ونص حتى لجوج متر مربعة. مثلا 20 حولي خاص كوري ديال 30 ولا 40 متر مربع على الأقل. تجهيزات الكوري: خاص عدد كافي من المجاور ديال العلف، ومن الأفضل يكونوا في جنب الكوري. وغتحتاج سقايات ديال الماء فين يورد الخروف. جير الكوري وفرشو بالتبن، ورد البال التهوية خاص تكون مزيانة باش ما يمرضش الخروف بضيق التنفس.